ويكرر نفس المأساة اللي عملها هارون الرشيد، ان يقسم تركي بابي على اولاده. فالمنتصر بالله ابنه الكبير هياخد قطاع الشام ومصر وبغداد وبتاع، جزيرة الفرات وبلاد الترك يعني بلاد الشرق وما وراء النهر ياخدهم ابنه التاني المعتز بالله. ابنه المؤيد اللي هيبقى خليفة فيما بعد ياخد القطاع بتاع الثغور اللي هي منطقة الأناضول تقريبا. ايه العسل ده؟ ويا ريتها تمت على خير. قبيحة اشتغلت زمن. يعني ابني انا يرضيك؟ وطبعا ت- ت- اغراء بقى، شغل هند رستم. ابني انا ياخد حته قد كده؟ ما ينفع، لا. اقنعته